السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ميسي محمود عباس، أستاذ اللغة الفرنسية للثانوية العامة. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض واحدة من أهم القواعد عندك في الصف الثالث الثانوي، وهي لو باسي كومبوزي اللي هو الماضي المركب. طبعا في أول حاجة بندرسها في أي زمن اللي هو العلامات. تعالوا نشوف كده العلامات بتاعة الماضي المركب. أول حاجة اللي هي إير اللي هي بمعنى أمس، وافونتير أول أمس، وأي زمن زائد كلمة ديرنييه. كلمة ديرنييه بمعنى الماضي، زي لما أقول مثلا لو فوندريدي ديرنيير اللي هي الجمعة الماضية. وأي زمن زائد كلمة باسي، زي ما أقول لاني باسي اللي هي السنة الماضية. وكمان عندنا اون زائد سنة ماضية، زي ما أقول مثلا اون 2000 سنة 2000، كده بتعبر عن حدث في الماضي. وإيليا، خلي بالك من إيليا زائد فترة زمنية وهي بيبقى معناها منذ، زي ما أقول إيليا 2 heures منذ ساعتين، يبقى كده الجملة هتبقى في الماضي. طيب التكوين بتاع الماضي المركب، طبعا الماضي المركب بيتكون من تصريف فيرب avoir أو تصريف فيرب être زائد اسم المفعول. تعالوا نشوف مع بعض لو باسي كومبوزي اللي هو الماضي المركب. اول حاجه طبعا لازم نعرفها اللي هي الكلمات الداله على الماضي. الكلمات الداله على الماضي زي كلمه hier اللي هي avant-hier اللي هي اول امس، واي زمن زائد كلمه باسي. طبعا باسي بمعنى الماضي، زي لما اقول مثلا le mois passé اللي هو الشهر الماضي. واي زمن زائد كلمة dernier اللي هي بمعنى الماضي، زي ما اقول la semaine dernière اللي هو الاسبوع الماضي. il y a زائد مدة زمنية اللي هي بمعنى منذ، زي ما اقول مثلا il y a 2 jours يعني منذ يومين. و en زائد سنة ماضية، زي ما اقول مثلا en 2000. طيب تكوينه بيتكون من تصريف فيرب avoir أو être زائد اسم المفعول. تكوينه بيتكون من تصريف فيرب avoir أو تصريف فيرب être زائد le participe passé اللي هو اسم المفعول. طبعا احنا عارفين تصريف فيرب avoir و être في البريزون في المضارع اللي هو فيرب être اللي هو je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. وفيرب avoir اللي هو j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. ده تصريف فيرب avoir. طبعا احنا عارفين تصريف فيرب être وتصريف فيرب avoir. طيب ازاي بقى بنجيب اسم المفعول؟ تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة اسم المفعول من الأفعال اللي بتنتهي بالER اللي هي أفعال المجموعة الأولى. بنحذف الER ونضع اللي هي الE accent aigu. طبعا لازم بقى نعرف ازاي احنا بنجيب اسم المفعول. اول حاجة اسم المفعول من افعال المجموعة الاولى التي تنتهي بالER اللي بنحذف الER ونضع accent aigu، زي مثلا parler. طبعا بتبقى parler، نحذف الER ونضع accent aigu. زي aller بتبقى aller، نحذف الER ونضع accent aigu. طبعا بعد كده اسم المفعول من الأفعال التي تنتهي بالER بالIR، بنحذف الR ولا نضع شيء، بنحذف الER ومش هنحط حاجة. زي مثلا verb finir بيبقى fini، بنحذف حرف الR. زي مثلا verb choisir بيبقى choisi، بنحذف الR ولا نضع شيء. طبعا ما عدا الأفعال اللي بتنتهي بالR ER بنحذف الR ER ونضع ERT،
زي مثلا verb ouvrir. ouvrir اللي هو بمعنى يفتح، نحذف ال R I R ونضع E R T تبقى ouvrir ouvert. offrir offert. وكمان الأفعال اللي بتنتهي ب ال E N I R دي بنحذف ال I R ونضع حرف ال U. زي مثلا verb venir اللي هو بمعنى يأتي، بنحذف ال ER ونضع حرف ال U تبقى venir. زي devenir تبقى devenir. بعد كده اسم المفعول من الأفعال اللي بتنتهي ب DR E. طبعا بنحذف ال RE ونضع حرف ال U. زي مثلا verb vendre تبقى vendu، حذفنا ال RE وحطينا حرف ال U vendre vendu. طبعا زي مثلا verb perdre اللي هو يفقد أو يخسر بيبقى perdu، وهكذا. طبعا ما عدا verb prendre ومشتقاته، يعني الأفعال اللي شبهه، زي مثلا verb prendre اللي هو بمعنى يتناول أو يأخذ بيبقى pris. زي مثلا comprendre بتبقى compris. طبعا خدنا com وبروندر اهي بري كومبري. طبعا الافعال اسم المفعول من الافعال اللي بتنتهي بالاو اي ار بنحذف الاو اي ار زائد حرف الفي زائد اي حرف متحرك الى ان نجد حرف ساكن ونضع حرف الاو. يعني مثلا فيرب زي بوفوار اللي هو بمعنى يستطيع. طيب انا عايز اجيب منه اسم المفعول. اول حاجه بنحذف ال OER وحرف ال V وأي حرف متحرك. طبعا ال U متحرك نحذفها وال O متحرك نحذفها إلى أن نجد حرف ساكن. طبعا شفنا حرف ال B ده حرف ساكن فنقوم حاطين بعده حرف ال U تبقى B. تعال نشوفها تاني زي بلوفوار. طبعا هنحذف ال OER وال V وال U وال E ونحط حرف ال U تبقى بلو. فيرب فولوار ال OER هنحذفها. طبعا لقينا حرف ساكن اللي هو ال L نقوم حاطين ال U تبقى فولي. فيرب ريسوفوار نحذف ال OER وال V. طبعا لقينا حرف ال E متحرك نشيله. لقينا حرف السي ده ساكن نقوم حاطين حرف ال U. بس هنحط اكسون سيداي في السي عشان بس تتنطق حرف السي اس تبقى recevoir تبقى reçu reçu. verbe avoir بيبقى اللي هي eu. verbe voir بيبقى vu vu. verbe devoir بيبقى du. بنحط accent circonflexe على ال u. بعد كده عندنا الأفعال اللي بتنتهي بال E R E بنحذف ال R E ونضع حرف ال E. زي مثلا verb faire بينتهي بال E R E شيلنا ال R E وحطينا حرف الت تبقى في. زي dire دي. زي décrire décrit. زي écrire écrit. زي lire بس لير اللي بيبقى لي يبقى لير بيبقى لي. في عندنا بعض الأفعال الشاذة في اسم المفعول زي être اللي هو يكون بيبقى été être été. naître يولد né. vivre vécu. mettre mis. mourir mort. lire lu. boire pu. suivre يتبع suivi. falloir fallu. courir couru. طيب تعالوا بقى كده نشوف احنا بنحط الفعل ازاي في الباسيه كومبوزي. وليكن مثلا عندي جملة زي دي je regardais le match au stade. انا اشاهد المباراة في الاستاد. طبعا عايز احط الجملة في الماضي المركب. اولا احنا بنشوف الفعل. طبعا
احنا عارفين ان الفيرب بيتكون من تصريف فيرب افوار او اتر زائد اسم المفعول. طيب انا امتى بحط فيرب افوار وامتى بحط فيرب اتر؟ انا بحط فيرب افوار مع كل الافعال ما عدا في افعال بتيجي مع فيرب اتر وهنعرفها دلوقتي. طب تعال نشوف كده بعض الجمل. يعني مثلا انا عندي je regardais le match au stade. انا عايز احط الجمله في الباسيه كومبوزيه، يبقى الاول هصرف فيرب افوار مع الجي اهو، هتبقى جي. وبعدين اجيب اسم المفعول من ريجاردي، هنحذف الاي ار ونضع اكسون. كده الجمله بقت في الباسيه كومبوزيه، يبقى ايار بالامس جي ريجاردي، انا شاهدت لو ماتش استاد الماتش في الاستاد. مثلا اما اقول نو بروندر لافيون، احنا ركبنا الطائره. طب انا عايز احط الجمله في الباسيه كومبوزيه، يبقى هصرف الاول فيرب افوار اللي هي nous avons، واجيب اسم المفعول من بروندر اللي هو بري، يبقى nous avons pris، يعني احنا ركبنا لافيون الطائره. طيب مثلا جمله زي دي il lire de livre، احنا او هم قرأوا الكتب في المكتبه. طبعا الفيرب لير اللي هو بمعنى يقرأ، انا عايز احطه في الباسيه كومبوزيه، يبقى الاول اصرف فيرب افوار مع إيلافيك اس اللي هي ils ont، وبعدين اجيب اسم المفعول من لير اللي هي لو، يبقى ils ont lu، هما قرأوا الكتب. طيب فيرب مثلا زي فاغ، يبقى elle fait. طيب انا عايز احط الجملة دي في الباسيه كومبوزيه، سهلة، يبقى الاول اجيب تصريف فيرب افوار اللي هو إلا، وبعدين اجيب اسم المفعول من فاغ اللي هو في، يبقى elle a fait ses devoirs، elle a fait ses devoirs. طيب كده احنا عرفنا ان الباسيه كومبوزيه بيتكون من تصريف فيرب اتر وتصريف فيرب افوار زائد اسم المفعول، وعرفنا ازاي بنجيب اسم المفعول. طيب امتى انا بجيب فيرب افوار وامتى بجيب فيرب اتر؟ اعرف ان كل الافعال بيجي معاها فيرب افوار ما عدا ال 14 فعل والافعال اللي هي الذو ضميرين. طيب امتى انا بحط فيرب اتر؟ احنا قلنا دلوقتي ان كل الافعال بتيجي مع فيرب افوار ما عدا ال 14 فعل. دول ال 14 فعل اللي هم بيجوا مع فيرب اتر، اللي هو فيرب انتري يدخل، وسورتير يخرج، نتر يولد، مورير يموت، الي يذهب، فينير يأتي، بارتير يرحل، arriver يصل، descendre ينزل، monter يصعد، tomber يسقط، rester يبقى، passer يمر، retourner اللي هو بمعنى يعود. دي كده ال 14 فعل وفي مشتقاته، زي مثلا verb rentrer اللي هو بمعنى يعود، و revenir يعود، و devenir يصبح. طبعا rentrer و revenir و devenir اللي هو بمعنى يصبح. طيب زي مثلا شوف قارن ما بين الجمل اللي جايه دي. لو انا قلت لك il offrir le cadeau à son père، طبعا انا عايز احط الجمله في الباسيه كومبوزيه، اشوف فيرب اوفرير ده من ال 14؟ طبعا لا. طب فعل ذو ضميرين، هل ده من ال 14 فعل؟ طبعا لا. يبقى الاول هصرف الفعل اللي هو فيرب افوار مع الإيل اللي هي إيلا، وبعد كده اجيب اسم المفعول من فيرب اوفرير اللي هو اوفار، يبقى إيلا اوفار، معناها هو قدم الهدية إلى والده. طب لو أنا قلت il allait au car en vacances، طيب فيرب allait طبعا من ال 14 فعل، يبقى الأول أصرف فيرب être مع الإيل اللي هي إيلي، وبعدين أجيب اسم المفعول من allait، نحذف الإي ونضع إي أكسون تجي، يبقى إيلي allait. طيب رقم 3 je venir، طبعا venir اللي هو بمعنى يأتي من ال 14 فعل. طيب الأول هصرف verb être مع je، يبقى هتبقى je suis،
وبعدين اجيب اسم المفعول من venir بتبقى venu، يبقى je suis venu، je suis venu. طيب مثلا رقم 4 سامي نتخ، يولد، او عايز اقول ان هو اتولد في باريس. طيب سامي naître à Paris en 1990. طيب فيرب naître اللي هو بمعنى يولد ده من ال14 فعل، يبقى الأول هصرف فيرب être مع الإيل اللي هو بيساوي سامي، يبقى هقول سامي ايه، وبعد كده أجيب اسم المفعول من فيرب naître اللي هي ني، بس كده. طيب اعرف إن في عندنا حاجة اسمها التبعية، والتبعية دي بتتحط في اسم المفعول، بس بتيجي مع الأفعال اللي بتيجي مع فيرب être فقط. يعني هنا أما أقول لك elle lire ce roman، طبعا lire بيجي مع avoir يبقى elle، واسم المفعول من lire يقرأ لي، هنا مؤنث بس مش هحط حاجة لأن ده فيرب avoir. أما لو أنا قلت elle arrivait à l'heure، طبعا arriver اللي هو يصل ده من ال14 فعل، يبقى هيجي مع فيرب être، فحطيت est، وبعد كده حذفنا ال er وحطينا accent aigu، وبعد كده حطينا حرف ال اللي هي التبعية، بقت elle est arrivée. طيب رقم 7 nous rester à la maison، طبعا rester اللي هو بمعنى يظل أو يبقى من ال14 فعل، وده بياخد فيرب être، فقلت nous sommes، nous sommes. اسم المفعول من غستي حذفنا ال er وحطينا accent aigu، وبعد كده حطينا حرف الاس، دي التبعية، طبعا جمع. هنا البارتير، بارتير اللي هو بمعنى يرحل، هن رحلنا avec leur père مع والدهم، طبعا بارتير يرحل من ال14 فعل، اذا هياخد فيرب être، هياخد فيرب être يبقى اللي هي SONT، واجيب اسم المفعول من بارتير، نحذف الاغ ولا نضع شيء، بارتي. بعد كده ده جمع مؤنث، اذا حطينا الاس، يبقى ils sont partis avec leur père، يعني هن رحلنا مع والدهن. بعد كده عندنا كمان التبعية بتيجي مع الفعل الذو ضميرين، فيرب être بيجي مع ال14 فعل والفعل الذو ضميرين، يبقى احنا قلنا كل الافعال بتيجي مع فيرب avoir ما عدا حاجتين، الافعال ال14 والفعل الذو ضميرين. طبعا الافعال الذو ضميرين اللي هو مبدوءة بالضمير سي، زي سي لوفي. طب انا لما باجي اصرف الفعل الذو ضميرين في الباسي كومبوزي في الماضي المركب بعمل ايه؟ اول حاجة السي بتتغير، مع الج بتبقى م، ومع التي ت، ومع الإيل والإل س، ومع النو نو، ومع الفو فو، مع إيل افيك اس وإيل افيك اس سي. يبقى أنا غيرت الأول الضمائر. الخطوة التانية بنصرف فيرب être اللي هو سوي اس اس تي نو سوم فوز ات إيل سون اللي هي سون. بعد كده بنجيب اسم المفعول، طبعا ده بينتهي بالER، نحذف الER ونضع accent aigu في كله. بعد كده بنحط التبعية، طبعا التبعية بتتحط حسب المذكر والمؤنث والجمع، الج ما بتاخدش تبعية، او لو بتعبر عن المؤنث احط حرف الأ. التي ما بتاخدش تبعية لانها مذكر، او لو جايه بمعنى انتي هحط حرف الأ. الإيل هو ده طبعا مذكر مش هحط تبعية، ال هي دي مؤنث احط حرف الأ، مع انه جمع مذكر، او لو جمع مؤنث هحط اس. الفو جمع مذكر اللي هي انتم، او لو هي جمع مؤنث هحط اس. الإيلافيك اس جمع مذكر حطينا اس، إيلافيك اس جمع مؤنث حطينا اس.
في عندنا اكتر من نوع من الاسئله. اول يعني اول نوع ان هو بيجيب لي سؤال جمله، وبيجيب الزمن مثلا المضارع او المستقبل او الماضي، وانا بشوف العلامات. يعني مثلا اول جمله بيقول لي ils sont sortis، طبعا الجمله كده في الباسيه كومبوزيه لان انا عندي فيرب اتر وعندي اسم المفعول. طب العلامه بتاعت الباسيه كومبوزيه اللي موجوده اللي هي كلمه اياه. الجملة التانية بيقول لي إياه il not regarder le match، طبعا هو جايب لي هنا اسم المفعول. اسم المفعول وعايزني أجيب إما فيرب être أو فيرب avoir. طبعا فيرب regarder مش من ال14 ولا فعل ذو ضميرين، إذا هياخد فيرب avoir اللي هي ال- الجملة التالتة بيقول لي إياه أمس il not aller أستاذ، طبعا فيرب aller من ال14 فعل، إذا هياخد فيرب être اللي هي الستي. الجملة الرابعة بيقول لي دوما، هنا بقى جايب لي الجملة دومان دي من علامات المستقبل، وبيقول لي il not regarder le match. طبعا regarder طبعا ده كده في المصدر، يبقى أنا عايز فيرب aller اللي هي va. رقم 5 بيقول لي hier il a نقط، طبعا بيجي بعده اللي هو اسم المفعول اللي هو لي، اسم المفعول من ليغ اللي هي لي اللي هي التانية. السؤال رقم 6 بيقول لي ce soir هذا المساء il نقط le livre، طبعا هنا ce soir دي من علامات المستقبل، يبقى أنا عايز جملة في المستقبل اللي هي va lire اللي هي سوف يقرأ. طيب او جايب لي مانتينو اللي هي الان، ودي من علامات المضارع، يبقى انا عاوز المضارع اللي هو لي، فيرب ليغ في المضارع لي. او بيجيب لي جملة فيها اسم المفعول وعايزك تجيب الفاعل. طبعا انت في عندنا هنا اسم المفعول اللي هو ني ومعاه فيرب اتر، طبعا هنا ني مش واخد تبعية، اذا الفاعل كان مذكر يبقى اختار الاولى اللي هي إل. طيب الجملة التانية بيقول لي نقط اي ني اون 1989، طبعا هنا اللي هي ني واخد تبعية، اذا الفاعل مؤنث يبقى اختار ال اللي هي التانية. او بيجيب لي الفاعل مؤنث، زي في الجملتين دول، وبيجيب لي فيرب افوار، فكده اجيب اسم المفعول بس من غير التبعية، يبقى اختار الاولى اللي هي انفيتي. او بيجيب لي فيرب اتر اللي هي استي، فالمفروض هيجي بعدها اسم مفعول، بس اسم المفعول مع فيرب اتر بياخد تبعية اللي هي التانية اللي هي ني. تعالوا نشوف بعض الاسئلة. اول سؤال بيقول لي hier بالامس نو نقط préparer la fête de Laura، طبعا الجملة في الباسيه كومبوزيه. ابص على الفعل اللي هو بريباري اسم المفعول ده، طبعا ده مش من ال14 ولا فعل ذو ضميرين، اذا اختار فيرب افوار اللي هي هتبقى افون. طيب رقم 2 بيقول لي il نقط arrivé à l'heure، طبعا arrivé من ال14، اذا هجيب معاه فيرب être اللي هي est. رقم 3 hier il نقط sorti، طبعا فيرب sortir من ال14 فعل، اذا هجيب فيرب être اللي هي ils sont اللي هي الاولى. رقم 4 بيقول لي نو نقط gagner le match، طبعا كلمة gagner اللي هو بمعنى يفوز مش من ال14 فعل، اذا هياخد فيرب avoir اللي هي هتبقى nous avons. رقم 5 je ne نقط pas aller à Paris، طبعا هنا فيرب aller من ال14 فعل، اذا هياخد فيرب être مع الجي اللي هي je suis. رقم 6 l'entraîneur المدرب vous نقط donner des conseils، طبعا donner مش من ال14 فعل، اذا تمام هتاخد فيرب avoir اللي هي هتبقى طبعا الفاعل اللي هو l'entraîneur اللي هو فيرب افواغ مع إيل يبقى التانية. خلي بالك من فيرب باسيه، ساعات بيجي مع اتر وساعات بيجي مع افوار، طبعا حسب المعنى. خلي بالك ان فيرب باسيه له معنيين.
لو جه بمعنى يمر بيتصرف مع المساعد اتر، والمعنى التاني ممكن يجي بمعنى يقضي او يمرر، ده يتصرف مع افوار. زي مثلا اما اقول il نقط بصي لويك اند على كومباني، طبعا هو بصي لويك اند يعني يقضي الويك اند في الريف. طبعا يقضي يبقى كده بياخد المساعد افوار، يبقى اذا اختار اللي هي الاولى. زي مثلا لما اقول il نقط بصي لو بالون او جارديان، طبعا هنا بصي لو بالون معناها يمرر الكرة، ولما بيبقى معناها يمرر بيتصرف مع فيرب افواغ، اذا اختار الاولى إيلا. اما لو قلت il نقط بصي شي ساتون، هو عايز اقول معناه هو مر او ذهب عند عمته، طبعا هنا هياخد فيرب اتر، اذا اختار الاخيره استي. تعال نشوف كده السؤال رقم 10، بيقول لي hier نقط sont sortis avec leurs amis. طبعا هنا انا عايز الفاعل اللي هيحدد هو التبعية. التبعية هنا جمع مذكر، اذا اختار الاخيرة اللي هي il avec s. رقم 11 نقط est né en 1989. طبعا هنا مفيش تبعية، فيرب اتر ومفيش تبعية يبقى مذكر، اذا اختار الاولى. اما شوف الفرق هنا بيقول لي نقط est né، هنا فيرب اتر واخد تبعية مؤنث، اذا الفاعل مؤنث، اذا اختار ال. رقم 13 نقط se sont lavés avant de manger، طبعا هنا واخد تبعية جمع مؤنث، اذا اختار ال avec s. هنا فيرب اتر واخد تبعية اذا مؤنث، اذا اختار ال اللي هي التانية. رقم 15 بيقول لي جي نقط une histoire romantique، طبعا جي ده فيرب افوار، اذا يجي بعده اسم المفعول، واسم المفعول اللي هنا اللي هي الاولى لي. مارتن نقط لا سال بور لا فات، طبعا ده فيرب افوار، فيرب افوار بياخد اسم المفعول اللي هي ديكوري يعني زينا. رقم 17 tu نقط لو جاتو، فيرب افوار بياخد اسم المفعول اللي هي مي اللي هي التانية اسم المفعول من متر. رقم 18 il n'a pas نقط ses exercices، طبعا فيرب افوار هيجي بعده اسم المفعول اللي هو الاولى اللي هي فيني.